والده فنان مشهور واشترى قبره قبل وفاته بأشهر، وصلة قرابة بتجمع بينه وبين الفنان فاروق الفيشاوي. معلومات عن الفنان الراحل علاء ولي الدين هنعرفها النهاردة في ذكرى يوم ميلاده، تابعونا. علاء ولي الدين هو من مواليد 28 سبتمبر 1968. والده يبقى الفنان الراحل سمير ولي الدين، واللي من أشهر أعماله مسرحية شاهد ما شافش حاجة، بتجمعه صلة قرابة بالفنان فاروق الفيشاوي، وده لأن شقيق فاروق الفيشاوي متزوج من شقيقة زوج عمته. بدأ علاء ولي الدين التمثيل بأدوار ثانوية، شارك في آيس كريم في جليم والإرهاب والكباب وغيرها. شارك علاء ولي الدين في أكتر من 150 عمل ما بين المسرح والسينما والتلفزيون، وكان أول أدوار البطولة ليه في فيلم عبود على الحدود سنة 1999 مع الفنانين أحمد حلمي وكريم عبد العزيز وغادة عادل ومحمود عبد المغني. بعدها قدم بطولة أفلام الناظر وابن عز، ومن أشهر أعماله مسرحية ألاباندا وحكيم عيون وفوازير أبيض واسود وفيلم حلق حوش. أما عن آخر أعمال علاء ولي الدين فكان فيلم ابن عز سنة 2001. وعانى علاء ولي الدين من مرض السكر والسمنة، ورفض نصيحة الأطباء ليه بأنه يعمل ريجيم. وقبل وفاته بأشهر قليلة اشترى علاء ولي الدين قبره، وكان حاسس بقرب الموت، وساعتها اتكلم علاء ولي الدين مع أخوه ونزل لقبره وشرح له ازاي هيتم دفنه. وبعدها سافر لأداء العمرة مع والدته، وأحضر معاه تراب من أرض البقيع ومسك للاغتسال، وطلب من أخوه وضع تراب أرض البقيع حوالين جسده في القبر والاغتسال بالمسك. وبعد كده سافر للبرازيل لتصوير فيلمه عربي تعريفة، صور هناك بعض المشاهد ورجع على مصر. وصل مصر فجر ليلة عيد الأضحى، صلى الفجر وبعدين صلاة العيد، وأشرف على ذبح الأضحية ووزع اللحم على المحتاجين بنفسه. وبعدين قال لأخوه إنه هيرتاح شوية، وطلب منه يشتري له جرايد علشان يعرف أخبار الدنيا. بعد ربع ساعة دخل أخوه عليه الأوضة ولقاه مرمي على الأرض. في الأول افتكر إنها غيبوبة سكر، لكنه اكتشف بعد كده إنه توفى. ورحل علاء ولي الدين عن عالمنا في 11 فبراير 2003، أول أيام عيد الأضحى، عن عمر يناهز 39 سنة. وأول شخص عرف بخبر وفاته هو النجم أشرف عبد الباقي، واللي تولى بعد كده إخبار الجميع. وشكلت وفاة علاء ولي الدين صدمة كبيرة لكل جيله من الفنانين.